العقائد الأشعرية عقائد وسطية، فلا هي مع أصحاب الظاهر من النصوص ولا هي مع التوغل أو التعمق في التأويل العقلي مثل المعتزلة، فأخذت وسطا في فهم النصوص. وفهم النصوص وتأويله هو مهم باعتباره منهجا لفهم القرآن. نحن أمام توحيد، لأن التوحيد أمر جوهري كوني، توحيد الأمة وتوحيد الفكر وتوحيد العقائد. الأشعرية هي التي وحدت تاريخيا في تحالفها مع المالكية ومع الجنيدية في فقه مالكي وعقيدة أشعري وطريقة الجنيد السالكي. هذا الالتحام أحدثت هذه النخبة. المغرب العربي كله، الأندلس والصقلية كله، يعني استطاع علماؤنا واستطاع ساستنا دولنا أن يوحدوا المذهب وأن يبنوا الأشعرية